بيبدأ مسلسلنا مع بطلنا تيان واللي بيكون على علاقة مع يادا، وفي يوم موبايلها بيرن وفتحوه بالغلط وطلعت مكالمة من جوزها وهي أساسا بتخونه، وتيان اتفاجئ لأن هي خدعته وما كانش يعرف إن هي أصلا متجوزة، وتفهمه إنها تتطلق وبتحبه هو، بس ثقته فيها بتكون اتهزت خلاص. ولما بيروح مامته بتستلمه زي أي أم تايلاندية أصيلة، اللي هو مش هنفرح بيك بقى قبل ما أموت زي أخوه ريت، وإن هي تشوف عياله وإن هو ليه ما يتجوزش موي اللي واقفة هناك دي. اكتبوا لنا الأول بتتابعونا منين، بس هو بيضحك وبيعرفها إن موي زي أخته، وتقول له ليه مش واحدة وعندها، ويعرفها إن هي مش ذوق، وهي باين عليها زعلت وشكلها بتحبه من زمان. وفي يوم بيكون خارج وبتكون موي عايزة تعرف هو رايح فين، بس هو ما بيقولش، فمعنى كده إنه هيقابل واحدة. وبيكون نسي موبايله وهي بتشوف رسالة من بونديت اللي هو زوج يادا، وبيقول له لو راح يقابل مراته إن ساعتها هيرجع ميت. وفعلا بيروح يقابلها وهي بتحكي له إنها حبته وقد إيه جوزها بيضربها وبيعنفها وإن هي هتتطلق، ويعرفها إنه ما ينفعش وبيمشي وبيسيبها. وفي عربية بتكون وراه وموي كانت بتدور عليه وشافته، وبيبدأ مطاردة يمين وشمال، وفي الآخر بيقع في المية وبيدخل المستشفى وبيكون حالته خطيرة جدا. بس بيفوق وريد بيعرفه إن موي عرفته بالرسالة وإن جوزها مش هيسيبه وإن لازم ينهي الموضوع. ويادا بتيجي فعلا بتزور، بس بيعرفها إن هو ما بيحبهاش وإن عنده حبيبة واسمها موي وإن هو هيتجوزها كمان. وبونديت بيجي وبيكون سمع وبيعرفه إن هو لو فعلا ما اتجوزش ساعتها هيقتل وإنه مستنيه يشوف جوازه. ومامته سمعت كل اللي حصل وقررت إن هي تجوزه خلال 24 ساعة، وهو بيكون رافض بس على مين. ومامته لما طلع عرفته إن هو استخدم اسم موي وضرب سمعتها ولو ما اتجوزهاش هتتبرى منه. وموي عرفته إن مامته هي اللي بترعاها هي ومامتها، لأن هي ومامتها كانوا صحاب من زمان، وإن هي هتعمل أي حاجة عشان ترد لها الجميل، وإنها هتتجوزه لو ده هيبعد عنه الأذى. وقد كان يوم الفرح وهو بيستهبل مرة قال يعني يوقع الخاتم، وفي الآخر قامت عاصفة كبيرة. فاكر كده خلع بس على مين. اتجوزوا برضو بعد العاصفة عادي جدا، وطلعت بتحبه من أيام المدرسة وبتكون سعيدة. وكمان بالليل بيسألها لو فاكرة إن اللي قاله، فعرفته إن جوازهم هيكون سر وإن هم هيتطلقوا في نهاية الموضوع بعد ما الخطر يبعد عنه. بس هي بيكون خيالها شطح شوية وبتمد بوزها، بس هو بيديها على بوزها ويقول لها شكلها بتفكر في حاجات بذيئة البذيئة. والكدابة بتقول له لا. مامته بتلم حاجته عشان يروح يقعد مع موي وتعرفه إن موي هتعيش معاه في نفس البيت، وإلا هتحرمه من الميراث وهتاخد بيته اللي هو عايش فيه وكمان عربيته. وفعلا قعدوا في نفس البيت، وموي قال يعني عايزة تنام معاه في نفس الأوضة زي مامته ما قالت، عشان الأشرار بيراقبوهم وكده فما يعرفوش الحقيقة. فقال لها على أساس إن الأشرار دول بورس مثلا هيمشي على الحيطة وهيشوفونا، وإنها تروح تنام في أوضتها أحسن، ده نو كرامة أتقول. وتيام بيكون مهندس معماري وبيكون ناجح جدا، وهي بتكون مهندسة تصميم داخلي، بس الشركة اللي هي شغالة فيها بعافية شويتين وما بتعملش أرباح، وعشان كده شركتها هتعمل اندماج مع شركة تي بي سي. وهي اتصدمت لأنها نفس الشركة اللي تيان شغال فيها، وصاحبتها تعرفها إن هي لازم تقوله لأنه عايز جوازهم يكون سر. وفعلا بالليل بتحاول إن هي تقوله، بس القطة كلت لسانها وطبعا ما اتكلمتش. وبالليل وهما بيتعشوا شافها إن هي لابسة خاتم الجواز، وبيعرفها إن ما ينفعش حد يشوفه وإن هي ما تلبسوش تاني. وفعلا بيحصل الاندماج اللي بين الشركتين، والموظفين بيكونوا قدامه بس هو بيشرح لهم الشغل وبيعمل نفسه قال يعني ما يعرفهاش. ويادا أقنعت باباها إن هم يشتروا أسهم في شركة تي بي سي، قال يعني عشان المهندس المعماري اللي فيها ناجح جدا وإن هم هيقدروا يكسبوا من وراه. وهي طبعا عاملة كده عشان تتقرب من بطلنا، وفعلا بتروح له وبتعرفه إن هي مش هتسيبه وإن هي عايزاه وهو بيكون مش عايزها. وموي وهي ماشية في الطريق بتفتكر لما سألها ليه ما قالتلوش على اندماج الشركتين، وقال لها إن كل واحد فيهم هيكمل في طريقه عادي وإن هي تتصرف بطريقة طبيعية وإن كده كده جوازهم يصير وينتهي. وبيكون عنده اجتماع والظرف اللي حاطط فيه المعلومات بتاعة المشروع ما لقاهوش، وبيكلم صاحبه عشان يطلب إن هو يجيب له الظرف، وصاحبه عشان مشغول بيقول لموي. وفعلا موي بتروح تاخد الظرف بسرعة، بس الدنيا بتكون متبطر وبتقع وبتتصاب في ايديها، وبعد كده بتوصل له بس متأخر، وهو بياخد الظرف ويعرفها إن هي اتأخرت جدا. وطبعا بيرميه وكلهم مستغربين بطريقته وماشي ولا همه إصابتها. بس لما بتروح بتلاقي إن هو معلق لها الدواء، أتاري شاف الإصابة بتاعتها، وهي طبعا بتفضل تشكر فيه من هنا لبكرة. ويادا تاني يوم بتحاول إن هي تقرب من تيان وتعرفه قد إيه بتحبه وإن هي مش هتسيبه، بس فجأة بنلاقي إن موي طلعت وبتغيظها وبتعرفها إن هي مراته. ويادا مش مصدقة إن هما متجوزين بجد، وموي بتقول لها إذا كان لازم تعمل زي ما هي عملت دلوقتي عشان تثبت لها إن هما متجوزين بجد، بس هي عندها حياة. وساعتها بتمسك إيد بطلنا وبيمشوا، وبتكون بتغيظها بخاتم الجواز. وبيطلعوا إن موي وتيان يعرفوا بعض من أيام المدرسة، وإن هي بنت صاحبة مامته من زمان، بس كانت دايما بتحاول إن هي تستخبى منه، بس هي بتحبه وبتقول إن هو مش فاكرها وهنعرف ليه. ومع ذلك هي بتكون سعيدة إن هي معاه، وبتكون عاملة مدونة وبتنشر فيها تصاميم اوض وكده، وبتكتب تحتيها كلام حب. وهو طبعا ما بيعجبوش الكلام وبيقول لها ان دي تخاريف، بس هي بترد عليه، وبيكون بعد كده عايزها
ان هي تسيب الشغل وهي بتكون رافضة، وهو قال يعني عامل كده عشان خايف عليها، وهي بتعرف ان هو لا خايف عليها ولا حاجة، وبس خايف ان الناس تعرف ان هو متجوز. وتاني يوم بتروح الشغل متأخر لانه طفى المنبه بتاعها، وكالعادة نسيت الخاتم ولانه مش عايز يتقلع بتروح عشان تشيله بالصابون. وصاحبتها بتروح تقول لتيان ان في واحد بيحاول دايما يتقرب من موي وان هو لازم يلحقها عشان هو جوزها، وهو بيتفاجئ ان هي تعرف تقول ان هم اصحاب من زمان وانها ما بتخبيش عليها حاجة. وفعلا بيكون بيحاول يتقرب منها، بس هي فاجئته وقالت له ان هي متجوزة. وبيجي تيان وبياخدها بسرعة، والراجل المريب ده بيروح يسأل كوب زميل موي اذا كانت فعلا متجوزة، وهو بيتفاجئ بس شكله بيحبها. وبتيجي وهي لابسة الخاتم وتأكدوا ساعتها ان هي متجوزة، ومحدش عارف هي اتجوزت مين. ويادا سمعت طبعا بالاخبار اللي اتنشرت. ولما موي بتروح طبعا بطلنا بيشيلها الخاتم بالشحم، مش لاقي اي حاجة غير الشحم ده، ايه القرف ده. وهي المهم بتكون مبسوطة ان ايديه لامسة ايديها. ويادا تاني يوم بتروح برضو البطلنا وتعرفوا ان هي هتتطلق خلاص، وان هي عارفة ان هو اتجوز موي عشان بس خايف من جوزها. واصحابه اتفاجئوا ان هو متجوز موي، وبتهدده لو فضل يتعامل كده ان هي هتخلي باباها يسحب الاسهم بتاعته. وهو بيعرفها ان هي مش شركته. وطبعا المدير لما عرف بالاخبار دي وان هي بتهدد بسحب الاسهم عرف تاني انه لازم يثبت ليادا ان جوازه حقيقي عكس ما هي فاكرة. وهو بيتنح بس قرر في الاخر يخلي موي المساعدة بتاعته، والكل طبعا اتفاجئ. وبيفهمها ان هو عايزها المساعدة بتاعته عشان يوري يادا ان هم قريبين من بعض وعشان تبعد عنه. وهي بتكون فرحانة ومش فارق معاها السبب وعمالة تديله في قلوب. وبيروحوا كلهم يسهروا مع اصحابه، وهي طبعا بتشرب كتير جدا فسكرت وشالها. وتعرفوا ان هي قلقانة عليه جدا وكانت قريبة منه، وهو كان باين عليه انه بدأ يتأثر. ولما وصلوا بتشم ريحته وعجبتها قوي، وهو اتوتر واتخبط في دماغه جامد، وهي حرام خايفة عليه. وبعد كده بياخدها ويدخلها البيت، بس كانت عايزة ان هي تعتدي عليه بما انه جوزها وكده وعادي. هو ايه يعني اللي هيحصل؟ وعمالة تقرب وهي بتكون سكرانة ومش حاسة بنفسها. بس صحيت تاني يوم لقت نفسها مربوطة في السرير وكانت هتموت من الإحراج. وطبعا هو اللي ربطها. وبعد كده ما كانش لاقي موبايله وافتكر انها خدته منه امبارح. ولما راح عشان يدور عليه ولقى اجندة بتاعتها واقعة على الارض، وعرف ان هي بتحبه من زمان. وبيكونوا سافروا بوكيت عند اهلهم، وكانوا في يوم على البحر وهي بتلعب برجليها، وهو شايف ان ده هبل وعايز يدخلها المية غصب عنها. وهي كانت خايفة جدا وكلبشت فيه. وبعد كده حس بالذنب وصعبت عليه وطلعها واعتذر منها لانه ما كانش يعرف ان هي خايفة. وعرفته ان هي بتعرف تعوم، بس في مرة غرقت وكانت هتموت فيها وقلبها وقف. وبتفتكر الحادثة بتاعته، شكلها هي اللي انقذته وبس هو ما يعرفش. ويعرفها ان هي لازم تواجه مخاوفها عشان تتغلب عليها. وتاني يوم مامته بتكون بتتكلم معاه وعن انه ليه عايز جوازهم سر، وهو بيعرفها ان هو عشان موي ما تتأثرش بعد الطلاق. بس هي بتعرفه ان هو ما يجرب يفتح قلبه لموي، وهو يعرفها ان هو مش بيحب موي ولا هيحبها. وهي بتكون سمعته جايه تاخده عشان الدنيا بتمطر وجايباله شمسيه ما يستاهلش. وهم ماشيين هي كانت هتتزحلق وتقع، بس هو لحقها وكمان شالها. وهي بتكون عماله بتعيط في سرها وعماله بتفتكر ذكرياتهم ايام المدرسه، بس هي ما بتبينش اي حاجه وعامله نفسها بتلعب في المطره وعماله بتضحك. وهو ما بقاش عارف هي بتفكر في ايه. ولما رجعوا قالت ان هي هتنام في اوضه مامتها، وهو قال يعني مش متاثر وان هو كده هياخد راحته. بس بعد كده بيبان ان هو متاثر ان هي مش معاه. ده انت شرير جدا. وبيرجعوا تاني على بانكوك، وكان لاقين معاها بما ان هي المساعده بتاعته، واداها كومة كتب وقال لها ان هي تقراها. وصاحبه مستغرب هو ليه لاقيم كده، وبيقول لها اصلا ان هي خدت الكومة الغلط بتاعه الكتب واداها كتاب قال لها تلخصه وتبعت له التلخيص على الايميل بتاعه. وهو في البيت قاعد يفكر ان المنكوشه اكيد لسه بتشتغل لوقت متاخر. وفجاه يلاقي يادا داخله عليه وبتقول له قد ايه هي بتحبه، وبتحاول ان هي تقرب منه لان هي مش قادره تنساه وبتحبه من كل قلبها. وبيحاول ان هو يبعدها بس هي لازقه، لحد ما جت موي وهو عرفها انه دلوقتي متجوز وسعيد مع موي. وهي بتقوله ان هي مش مصدقاه، وقال يعني عشان يثبت لها راح بايس موي واللي هي بتحبه وفي عالم اخر اصلا موازي. ويادا بتمشي وهي مولعه. وتاني يوم صحي ما لقاش موي في البيت ولا حتى في الشركه، لا وكمان حد هكر الكمبيوتر بتاعه في الشغل وخد كل الداتا والمشاريع اللي عليه. وبنتفاجئ ان موي ادت فلاشه لتادا اللي هو الشرير ابو يادا، قال يعني هتفيده، والكارت كمان بتاعها في جيبه بطريقه حراميه كده، لان هي واثقه ان هم هيعملوا شغل سوا. وبيكونوا شاكين ان يادا هي السبب في الاختراق. وبرامي بيعرفوا ان موضوعه ما بقاش شخصي، وان هو لازم يوري ليادا ان هو وموي قريبين قوي من بعض عشان تبطل تضايقه. وموي وهي بتلعب في ملفات تيام بتكتشف ان شركتهم اللي هي هاموك هتتقفل. وطبعا قالت لصاحبتها وحد سمعهم، وفي الاخر الخبر انتشر والموظفين اتضايقوا. وتيان يعرفهم ان هاموك لو اتقفلت فده بسببهم، وان هم لازم يثبتوا كفاءتهم لو عايزين ان هي ما تتقفلش. وان ما ينسوش ان هم بقوا شغالين مع TBC. وموي بتعمل ديل مع تادا ان بجانب الفلوس اللي هو
هيديها لها قصاد المعلومات اللي هي هتديها له إن هو لازم يضمن لها إن شركة هاموك هتفضل مستمرة ومش هتتقفل، وهو وافق لأنه شيء سهل بالنسبة له، وهو بيكون مستغرب إن هي إزاي هتخون جوزها بالطريقة دي، بس هي بتعرفه إن هي اتجوزته أصلا بسبب بنته وبس، وإن جوازهم مش حقيقي، وأهم حاجة إن بنته تبعد عن تيان. وتاني يوم بيلاقي نوت متعلقة مكتوب إن هو بس اللي هيقدر يوقف اللعبة دي لو رجع لها، وإنه أكيد فاكر الليلة اللي هما الاتنين بقوا بينتموا فيها لبعض، ويقول لأصحابه الرسالة، وموي عاملة نفسها بريئة وهي السبب، وطلعت متفقة مع سكرتير التادا واللي اتفاجئت إن هما اشتغلوا بسرعة كده مع بعض، وعايزين كمان كل المشاريع اللي شركة TBC داخلة عليها مناقصة. وموي بتطلب منها شوية وقت لأن ده في السيرفر الرئيسي للشركة، ولو دخلت من الجهاز بتاعها يقدروا إن هما يعرفوها ويمسكوها، وتعرفها إن هي هتظبطها في أقرب وقت. فبالتالي بتحكي لزمايلها عشان هي محتاجة مساعدة، وبتحكي لهم كل حاجة وتقول لهم إن هي عملت كده عشان خاطر هاموك ما تتقفلش. وبكده بقوا فريق خونة مع بعض. وطبعا تيان راح عشان يقابل يادا لأن هو فاكر إن هي السبب، وبيصورها وبتفضل تشرب قال يعني عشان ياخد منها معلومات، بس لما استدرجها أكدت له إن هي ما تعرفش إيه اللي هو بيتكلم عليه، وإن هي ما عملتش كده، وهو بيتصدم وهي عايزة تعرف هو بيقاله مع مين تاني. وموي بالليل بتنزل برنامج تجسس عشان كل ما يغير الباسورد بتاعه يقدروا إن هما يعرفوه، وبالليل بتهتم بيه وهو بيشتغل وبتأكله في بقه وبتنام وهو بيشيلها، وشكله عنده مشاعر بس مش قادر إن هو يكتشفها، بس الخبيثة بتكون صاحية وعارفة إن هو شايلها. وتاني يوم في الشغل بتكون سايباله رسالة قال يعني من الهاكر، وبتكون بتقوله قد إيه هو عابس عشان كده مفيش واحدة بتقرب منه، وإنه لطيف جدا ومع ذلك ما بيبتسمش، وإنه هو ما يقفلش على نفسه لأنه هو حبها الوحيد، وإنه يفتح عينيه وإن هما يتجوزوا، وإن هي هتاخده للجنة، وهو بيبدأ يبتسم وهي بتضحك عليه لما يقراها. ويادا برضه بتروح له الشركة وبتكون عايزاه ليها، وبتعمل كل حاجة قدام الناس وما بيكونش هاممها وبتتكلم. وبيجي باباها وبياخدها وبيفكرها إن بونديت قال إن هي لو سابته إنه هو هيقتلها، وإن هي تبعد عن تيان لو عايزة تفضل عايشة، لأن بونديت ما بيهزرش. ويكون عمال يفكر مين اللي عمل كده، وبيكون شاكك في الكل طبعا إلا موي. ويروح على أوضتها عشان يستخدم اللاب بتاعها، وبيلاقي على اللاب بتاعها رسائل عن الحب والحرب، وبتكون نفس النمط اللي بيتبعت له، وهو اتصدم ومش مصدق، بس بدأ إن هو يشك فيها لأنها لما راحت تسأله لو استخدم اللاب، بس هو كدب عليها وقال لها لا. وبيتصل على حد في IT عشان يتحقق من إيميل كان جاله منها، بس طبعا يعمل كده في السر. وتاني يوم الراجل ده قال إن الفيروس الأولاني كان في ملف التصميم الداخلي اللي هو كان خلاه يفحصه، وبيفتكر لما طلب من موي مرة إن هي تلخص كتاب وتبعته له على شكل إيميل، وبعد كده بيتصرف معاها بطريقة غريبة جدا وبيقرب منها قوي وبيوديها السينما، كل ده بس عشان تفضل تحت عينيه. ولما رجعوا بتكون وقعت، ومش بس كده طبعا اتصابت في رجليها، وساعدها ان هي تدخل وراح مديها دواء على انه مسكن، بس هو في الاخر طلع منوم وخلاها تشتغل قدام عينيه لحد طبعا ما راحت في النوم. وراح هو على اوضتها وقعد يفتش فيها، وبيلاقي شريحة هي مخبياها واللي بتتواصل بيها مع سكرتير التادا، وبيكون عارف كل حاجة لدرجة ان تاني يوم في الشركة حتى مكتبها خلاه لازق في مكتبه عشان تفضل قدامه، واصحابه فاكرين ان هو بيعمل كده لمجرد ان هو يتنمر عليها من اجل التنمر وبس، بس هو بيعرفهم حقيقتها وهما بيتصدموا ومش مصدقين. صحيح يا ما تحت السواهي دواهي. واحد منهم قدر ان هو يخترق حساب السكرتيرة منتانا، وعرفوا بالعقد اللي موي مضيته مع تادا، زي ان هما مش هيقفلوا شركة هاموك وان يادا تبعد عنه. فهو راح سأل اخوه ريت عن موي، واللي عرفوا عنها حاجات كتير، وان هي كانت درجاتها عالية جدا لدرجة ان هي كان ممكن تدخل طب، بس هي اختارت التصميم الداخلي، وان ده ممكن لان هي شاطرة في الكمبيوتر، لدرجة ان هي مرة كسبت جايزة في اختراق الحواسيب. وتيان اتفاجئ انه ما يعرفش، وريت بيعرفه ان عمره ما اهتم ان هو يعرف اي حاجة تخص موي، وان عمره ما سأل. واخوه يعرفه ايا كان اللي بينه وبين موي ان هو يحله بلطف ويسمعها. وبتنزل ليست فيها كل اسماء موظفين هاموك ان هم هيروحوا مينيمار عشان مشروع هناك، وطبعا تيان اللي عمل كده. وتوم بتسألهم لو تيان شاكك فيهم مش طبيعي يوديهم كلهم، بس موي تطمنهم انه مستحيل يكون حس بحاجة، ويكون تيان هيفحص كل حواسيب هاموك. وساعتها موي بتبعت لهم كلهم رسائل ان هم يمسحوا اي دليل، وان هم هيوقفوا اي تحرك دلوقتي. وتيان بيقول قدامها ان اي خاين هيتحاسب، وبرضه ما بتحرمش وبتبعت له رسالة حب، زي ان الحب ده عامل زي الشجرة اللي بتكبر، حتى لو انت ما سقيتهاش هتفضل تكبر، وقد ايه هي بتحبه وعمرها ما هتتخلى عنه مهما يعمل، وانها هتستناه لحد ما تموت، وانها عارفة ان هو طريق مظلم ومش باين له نهاية، بس هو يبتسم شوية كده. وتيان الخميس بيكلم يادا عشان يقابلها، وبيقول لها على الوقت والمكان، وهي زي الهبلة بتفرح. وياخد موي واصحابه ويسهروا في مكان، ويكون بيتقرب من موي ويسألها كانت بتفكر في ايه. في السر
كده بينها وبين نفسها لما وافقت انها تتجوز وتقول له ولا حاجة، وهو شايف ان كل حاجة واضحة عليها ومع ذلك بتنكر، ويتوعد لها ويقرب اكتر وهي بتتوتر وتقوم، وبتشوف يادا بالصدفة وتعرفها ان جوازها مش حقيقي، وان هي عرفت كل حاجة، وان عرفت عن اتفاقها الغبي مع باباها. بس موي ما بيهمهاش وبتقول لها بس في الواقع احنا متجوزين وعايشين سوا. ويادا كانت هتضربها وموي وقفتها وعرفتها ان هي بتحبه من زمان قوي، من قبل حتى ما هي تعرفه او تظهر في حياته، وانها مش هتبطل تحبه وان هو بتاعها هي وبس. وتيان كان سامعها ويادا بتمشي، وتكون موي مش عارفة يا ترى هو سمع ايه، وبنشوف ان تيان طلع طالب يادا بس عشان تبعد عنه ويعرفها قد ايه هو سعيد وبيحب موي، وان مفيش حاجة هتفرقهم وانها تبعد عنه. ولما بيرجعوا البيت موي بتسأل تيان عن اللي قاله، بس هو بيعشمها ويقرب منها وهي بتفرح، بس في الاخر بيضحك ويقول لها ازاي واحد زيه هيحبها، وانه بس عمل كده عشان يبعد يادا عنه، وانها مجرد كلب حراسة جيد ليه، وانه عمره ما هيحبها. وهي تعرفه ان هي عارفة، بس بتدخل اوضتها وبتنهار من العياط. وبونديت بيدي علقة ليادا عشان راحت وقابلت تيان رغم ان هو منعها، واهل تيان ومامتها بيروحوا له عشان يعملوا له مفاجأة عشان عيد ميلاده. وموي لما بتدخل عليه بيتخض، بس بيصحى ويلاقي المفاجأة. وموي نسيت كل اللي قاله لها بالليل وراحت عشان تجيب له التورته، وهو باين عليه متأثر بس مش قادر يفسر مشاعره، انا عارفه. وبعد كده تيان بيعرف مامته ان خلاص مشكلته اتحلت وعايز يطلق موي، ومامته وافقت وهو بيفرح، بس اديته مهلة 3 شهور ان هو يحضر 10 مليون ويطلقها، او ان هي بنفسها هتعلن جوازهم للكل. وهو بيتفاجئ لان هو معهوش المبلغ ده، وهي فرحانه لانها عارفه. وبيكون في اجتماع عشان المشروع اللي في ميني مار، وريت اخوه ومراته هما كمان كانوا هناك عشان هيمثلوا الشركه بتاعتهم اللي مستثمره في نفس المشروع. بس في الشركه بتاعتهم مفيش حد برضه عارف ان هما متجوزين زي موي وبطلنا. وبعد الاجتماع بتنطلق مع اصدقائها للمهمه، بس تيان عامل حسابه ومخلي حد يراقبها، وهما بياخدوا بالهم فبتبدل هدومها مع توم صاحبتها. وقدروا ان هما يخدعوا الراجل، وبلغ تيان وعمال يفكر ممكن تكون راحت فين، وافتكر المكان اللي جابت منه التورتايه وراح على هناك وهم هربوا، بس هو جري وراهم وقدر ان هو يمسكهم. وبيقول لكوب هو وزمايله ان هم لو مش عايزين يتضروا ان هم يلموا هدومهم ويسافروا على المشروع، وان موي هتفضل عشان تحل كل حاجه هي عملتها الاول. وكوب بيكون خايف عليها بس هي بتطمنه، ومع ذلك هو مش عايز يسيبها. ففي الاخر اضطرت تقوله ان هي وتيام متجوزين، وهو خد يا عيني صدمه في قلبه وسكت. وخدها وحبسها عنده في البيت وهو بيتكلم مع صحابه ومصدوم فيها، وهي بتحاول ان هي تهرب زي الحرامية، بس هو لحقها قبل ما تقع ويسألها اذا كانت قردة وازاي نزلت كده، وبيرجعها بس المرة دي بيربطها وبيوديها تشوف السكرتيرة بتاعة تادا، وتعرفها ان هي معاها مشروع هونج كونج وعايزة تعمل اتفاق مع تادا، واللي بنته اصلا في المستشفى بسبب العلقة اللي خدتها. والسكرتيرة عرفت تادا ان موي عايزة تشتغل معاهم في الشركة بتاعتهم عشان تديهم المشروع، ولما قال لبونديت وافق طبعا، وكده كده لو كدابة هيعمل فيها زي ما عمل في بنته. وفعلا بتروح وبتبدأ شغل عندهم، بس بتكون حاطة جهاز تصنت وكاميرا، وهو عمال يزن في ودانها عشان تعمل حاجة وتقابل تادا. وبس تادا بيجيلها بنفسه وبونديت وأعضاء مجلس الإدارة كمان بييجوا معاه، وهي وبونديت عمالين يبصوا لبعض، وتيان بيقول لها ان هي تاخد حذرها منه، وشكلها خايفة منه وهو بيشبه عليها، وهو بيكون عايز يخلص المشروع بأسرع وقت عشان يرجع. وهي بتعرفه ان عندها عرضين، واول عرض ان هو هيطلقها في ال3 شهور ويدفع لها ال10 مليون، وهو ما بيكونش مصدق اللي هي بتقوله. وتعرفه ان تاني عرض ان هو يسيبها تتغزل فيه براحتها والا هتطلع القسيمة. وتعرفه ان لو ما طلقهاش في 3 شهور ساعتها هتعلن جوازهم للكل، وان مامته قالت لها ان هما هيجيبوا لها احفاد، وبتمشي تغيظه بالقسيمة وهو هيولع. وبالليل بتعرفه ان هي عارفة انه اكيد هيختار الخيار التاني لان هو عارف هي قد ايه بتحبه، وانه هيقع في حبها، وان هما مروا بحاجات كتير، وانه ما يغلبهاش بقى. وباين ان هو متأثر بس مش عايز يستسلم. وفي يوم بتروح له وهي شاربة وتقول له جوزي، وبتكون بقى على صوت وهو خايف لحد يسمع، وتقوله ان هو يقول لها انها وحشته وهي هتمشي، وهي تقولها بصوت عالي وهو يسكتها ويقول لها هو كمان ان هو مفتقدها وانها وحشته، كل ده عشان يخلص منها بس في اعماقه اكيد وحشته. وبتبوسه وهو بيكون مذهول، وبتمشي وهي كلها سعادة. وتاني يوم اصحابه بيتكلموا على قد ايه هي بتغيظه وهم بيضحكوا عليه، وبيسألوها لو فعلا هيطلقوا قريب، وتعرفهم ان هو بس ده لو يادا وبونديت طبعا بطلوا يزعجوه، فساعتها جوازهم المزيف هينتهي. وكوب بيكون سامعهم ويعرفها بعد كده ان هو عارف سبب جوازها، ويطلب منها فرصة وانه هيستناها لحد ما تتطلق. وتيام بيشوفهم سوا وشكله غيران وبياخدها وبيمشي، بس كوب بيعرفه ان هو عارف سبب جوازهم وان هو راجل كفاية عشان ما ينشرش الخبر ده. وطبعا تيام بيتعصب وبياخد
موي وبيمشي، وقال يعني متعصب عشان بس قالت لكوب على شروط جوازهم، وانه ما عندوش مشكلة لو حبته، على الاقل مش هيكون مضطر يدفع لها ال10 مليون لما يتطلقوا. وتعرف ان هو لو ما جمعش الفلوس هتفضل تلحقه لحد ما قلبه يلين، وهو من التوتر كان هيقع، وهي بتمسكه ما يقع الا الشاطر، ويعرفها ان هو كمان هيشوف قلبها هيلين لكوب ولا لا. وتاني يوم كوب بيروح له وبيتحداه في ماتش كورة، وان هو لو كسب يسيبه يتغزل في موي براحته، وانه كمان يقرب لها. وتيان ساعتها قبل التحدي، وفعلا بيجي يوم المباراة واول جون من تيان، والهبلة فرحت، بس صاحبتها بتفكرها ان هما الشركة المنافسة. بس بعد كده كوب بيحتل المباراة، والهبلة برضو بتفرح وبتشجع كوب، وبطلنا بيكون شايفها ومتغاظ. وفي الاخر شركة هموك اللي كسبت، وكوب عرف تيان انه لازم يبقى قد كلمته ويسيبه يتقرب من موي براحته. وتيان عرفه ان هو ياخد باله عشان ممكن موي تكون بتحب حد تاني ومش هتديله فرصة. وبيمشي وهو متعصب، وموي بتروح عشان تطمنه وتعرفه ان هي بتحبه هو وعمرها ما هتتخلى عنه، وان هو يحبها بقى لانها تعبت منه. وهو بيمشي وهو مكسوف، بس باين عليه متأثر من كلامها. وتاني يوم بتروح له وبتكون مقررة انها تلف البلد كلها معاه، وتلبسه لبس تقليدي كده، وبيلفوا ومبسوطين. وفضلت تصرف في فلوسه، ما هي مراته بقى، وقالت له ان هم هيلفوا على كل المعابد وتدعي ان هو يحبها. وهو وشه بيقول انه متأثر، بس طبعا ما بيتكلمش. وفعلا بتعمل كده، وكملوا فسحتهم. وطلعت عملت كده عشان مامته كلمتها وقالت لها ان بونديت خلاص طلع بره البلد عشان خايف ان هو يتقبض عليه. وقالت لها كمان ان ما بقاش في داعي ان هي تقلق على تيان، وان هي ضحت عشانه كتير وبما فيه كفايه، وان ده الوقت ان هي تفكر في نفسها، وان هي تتطلق من تيان وتعيش سعيده وتعيش زي ما هي تستحق. عشان كده بتجمع معاه ذكريات، وبتتمنى في الحياه التانية انها تتولد تاني وتيان يحبها هي وبس. وبتتصور معاه كأن هما بيحبوا بعض، وبيتفرجوا على غروب الشمس. وهما راجعين بالليل بيعملوا حادثه جامده، وكتفها بيتصاب اصابه قويه، وهو خايف عليها وبيكلم دكتور وبيعرف ان هو لازم يوقف النزيف وينزل حرارتها والا جسمها هيدخل في صدمه. وفعلا بيكون خايف عليها وبيهتم بيها ويحاول يوقف النزيف باي طريقه، وكمان ان هو ينزل لها الحراره. وبالليل شنطتها بتيجي وبيشوف الاجنده بتاعتها، وبتكون بتتغزل في عينيه اللي بتلمع، وبتتكلم عن هي مش عارفه ازاي وليه هي حبته، وان هي اديته قلبها من قبل حتى ما تعرف السبب، وقد ايه بتحاول ان هي تبتسم طول ما هو حواليها لانها مش عارفه هما يفترقوا امتى. ومش مهم حتى لو ما حبهاش، المهم ان هو يفضل قدام نظرها وهو بيكون فرحان. وبالليل بتسقع قوي وهو بيدفيها وبينام جنبها. وتاني يوم لما بيصحوا بيحاول يبرر، بس هي بتعرفه ان مفيش داعي ان هو يشرح، يا سهله. والصبح تعرفه انه يبطل يعمل فخ الحب بتاعه لانه عميق بما فيه الكفايه، وان كل ما بتقع فيه كل ما هتتألم اكتر. انتي في ايه ولا في ايه؟ وهو شايف ان هي مادام بتقول كده يبقى هي بقت زي القرده وكويسه، وبياخد دش وكل الستات هناك بيتفرجوا عليه وهي كمان. وبعد كده بيتكسف ويقول لها المفروض ان هي تنبهه، وان هي تغير عليه من اي حد يتفرج على جوزها، وهي كلمه جوزها دي بتفرحها قوي، وتعرفوا ان دي حاجه بتسعدها. وان هي عرفت انه امبارح قال لهم ان هي مراته، وهو عامل نفسه مش فاكر زي ما انت مش فاكر ولا حاسس انك حاطط ايدك عليها. وهم راجعين بيمسك ايديها وباين عليه بدايه الحب، بس مجرد ما وصلوا هناك ساب ايديها عشان ما حدش يشوفهم واطي واطي. وبعد كده بتقوله على جمله وتعرفوا ان هو لازم يترجمها، ولو ترجمها هتديله القسيمه. وتعرفوا ان هو معاه مهله لحد بكره، بس هو بيتفاجئ لبكره بس. وبعد كده تقول له باي باي كانها بتودعه. ولما بترجع بتفاجئ اصحابها ان هي هتمشي قريب، وتوم بتسالها لو تيان يعرف، بس موي اصلا مش عايزاه يعرف. وصاحبتها التانية بتسالها لو قالت لكوب، وفعلا بتروح وبتقوله ان هي هتستقيل عشان هتكمل دراسه في امريكا، وان جالها القبول خلاص، وان هي هتكمل اوراقها عشان كده عايزه تقدم استقالتها. وهو بيتفاجئ، بس هي عرفته انها مقدمه من فتره كبيره، وان الوقت جه ان هي تعيش حياتها. فيسالها اذا كانت كده هتتطلق. خبيث. بس هي ما بتردش عليه، بس كوب بيعرفها ان ايا كان قرارها ايه هو معاها وهيدعمها. وبطلنا بيروح لاصحابه عشان يساعدوه، وقد كان. ولما رجع لها طلعت الترجمه اللي هو قالها لها غلط، والصح هو انه يوافق ان جوازهم يبقى حقيقي، ويحصل على حب ابدي كهديه مجانيه وصلاحيه ابديه مع الحب من ربة بيتك ومراتك. وتقوله ان هي هتشوفه بالليل، وبتستفزه وبتمشي وهو مذهول. وفعلا بالليل اصحابه الخونة بيقدموه لها على انه هدية، بس هي مؤدبة وبتديله القسيمة. وبعد كده بتطلع تتفرج على القمر وهو بيطلع لها، وبتقعد تدفيه عشان الجو ساقع ويقعدوا سوا. وبتعتذر له عشان كانت بتغيظه كتير، بس عشان ما راحوش شهر عسل طلبت ان هو يجي هنا. وتفكره لما كان المرشد بتاعها في المدرسة الثانوي، ولما خدها للمشغل، ولما كسرت مزهريته وهربت من غير ما يشوفها. وهو بيكون فاكر، بس ما كانش عارف ان الطالبة اللي هو المرشد بتاعها هي نفس البنت، بنت صاحبة مامته. وانه لما شاف الاجندة بتاعتها راح المدرسة لما كانوا في بوكيت واتأكد. وطبعا ساعتها اتفاجئ، وانه استناها ساعة الايفنت وهي اللي ما جاتش في المدرسة، عشان كده ما كانش عارف ان هي نفس البنت.
اتاريها كانت فاكرة ان هو مش هيحبها، وكمان كانت بتتغزل فيه عشان ما يروحش لواحدة تانية، وبينام لان هو سكران، وبيجي الصبح وما بيلاقيهاش وافتكر كل اللي قالته اخر فترة، وبيطلع يجري يدور عليها وقدر ان هو يلحقها وبيرجعها على اوضته، وفضل يتغزل فيها ويقرب منها ويفكرها باللي حصل امبارح، وبيكون قريب منها قوي وهي بتتوتر، وبتعرفه ان هما بس كانوا بيهزروا، ويقول لها امال مين اللي قالت اني مش هكون لحد تاني، وبيقرب منها اكتر ويقول لها ان هو منعها لان هي عملت التقارير اللي هو طلبها غلط، وزود عليها كمية التقارير قد البحر، وان هي مش هتمشي من هنا غير لما الشغل بيخلص، وينام على الارض وهي على السرير. بس لئيم بيكون بيفكر ان هو هيديها اللي هي عايزاه ومش هيكون لحد غيرها، ده حبها بس بيلعبها شوية، وبتتحداه بعد كده ان زي ما قدرت تجيبه هنا ان هي هترجعه، وانه يستعد لده في الاجتماع، بس بالعكس لقى الكل مرحب بيه ومش فاهمة فيه ايه. ولما سألت تشاد عرفها ان تيان جاي على هنا بمزاجه مش غصب عنه زي ما هي فاكرة، وهو اللي ما كانش بس عايزها تعرف، وكمان هو اللي طلب يجي هنا، وان لما تيدا باع اسهمه تيان خلى مامته هي اللي تشتريهم، فهو ابن مساهمة في الشركة، فيقدر يروح ويعمل اي حاجة في اي وقت هو عايزه، ومحدش يقدر يمنعه ولا يقول له يعمل ايه. يا على الكسفة يا حازم. ويجي فلاش باك اصلا ان هو جاي ماني مور اصلا عشان يحميها لحسن بونديت يرجع ويأذيها، وهي من كسفتها بتخبط راسها في الحيط وهو بيضحك عليها، وبتسمع اصحابه وهم بيقولوا له انه هيعمل معاها علاقة زي ما هي عايزة عشان خاطر بس يخلص منها من غير ما يدفع ال10 مليون، وطبعا تجري وتبلغ مامته، وبتتصل مامته تتخانق معاه ويعرفها ان موي فهمت غلط، وانه اصحابه كانوا بيهزروا، وانه مش عشان الدين ولا حاجة، ويعرفها ان هو هيحقق امنيتها ويجيب لها الاحفاد اللي هي عايزاها، ومامته بتفرح. وبعد كده بيروح يسأل موي اذا كانت فاكرة ان هي كده هتهرب منه لما تشتكي لمامته، وياخد تليفونها ويعرفها ان هي مش هترجع غير لما الشغل اللي هو امرها بيه يخلص. والهانم ماشية وهي بالليل نايمة على نفسها، فطبعا بطلنا بيشيلها وفي واحدة خبيثة بتشوفهم، وبتصحى وبتلاقي ان تيام مخلص كل الشغل بتاعها، هو لاقيين بس طيب، وبتسيب له نوت كده ان هي رايحة تودع كوب لانه راجع تايلاند، وهو بيجري وراها وبيمسكها وهي مش عارفة هو ماله ده، ومش مديها اي فرصة ولا تسلم عليه ولا تشاركهم في الحضن الجماعي، انه غيران. والخبيثة عشان بتنام مع كرانج في نفس الأوضة بتاخد موبايلها وبتشوف محادثتها مع كوب وهما بيتكلموا عن طلاق موي، وانه ما يخافش وان هي هتعتني بيها، وطبعا بتنشر كل الاخبار دي، وبيكون في شباب كتير عايزين يرتبطوا بموي بما ان هي هتبقى سنجل، وتيام بيكون مغيران ومحلق عليها وهي مش فاهمة هو ماله، وبيكلم مامته عشان يقدم ميعاد الفرح. واخيرا بونديت ويادا اتطلقوا عشان ابوه ضغط عليه عشان باباها بقى مدان، وهو شايف ان تيان وموي هما السبب في كل حاجة حصلت لهم، وان هو هينتقم منهم، وبيسأل يادا لو هتساعده لان هما اعداء مشتركين ما بينهم وعشان كانوا السبب في حبس باباه. وبعد كده يادا بتظهر في موقع الشغل وتيام بيشوفها، وفي نفس الوقت ريتا اخوه بيعرفوا ان رجالته شافوا بونديت في المنطقة، وموي بتكون في سوق مع صاحبتها، وفجأة بونديت بيظهر قدامهم، وقدرت تخلي توم تهرب منهم، وكلمت تيان وعرفته ان بونديت خد موي، وتيان بيتخانق مع يادا واللي بتعرفه انها جاية عشان تتابع شغل شركة باباها وبس. وفجأة بونديت بيرجعها وطلع بس قال جاي عشان يسلم وان هو مش هيأذيها ولا حاجة، وسأل عن تيان، فريد قال لها من الواضح ان هو بيحاول ان هو يهددهم. وبالليل بتتمشى هي وصاحبتها وشكل فيه خطة لانها كل ما تيجي تقعد في مكان ما بتلاقيش، وفي الاخر قعدت جنب تيان، وبيكون مصمم ان هي تشرب وهي رافضة، وفي الاخر قدر ان هو يشربها لحد ما غابت عن الوعي، وصاحبتها خايفة عليها، واتاريهم كانوا عاملين خطة مع المحامي عشان تتطلق وهو عارفها، وطبعا المحامي اللي قاله وان لو ما كانش في علاقة ما بين المتجوزين ساعتها بيتطلقوا من اول جلسة، عشان كده هو شربها، قال يعني عشان تعمل فيه زي ما عملت قبل كده لما حاولت تعتدي عليه عشان ما تقدرش تتطلق. بس لا، حصل العكس، وهو عمال يستدرجها بس على مين، وطلعت عشان تتفرج على القمر، وفضلت تتغزل في بطلنا قد ايه هو وسيم، ووسيم جدا كمان، وانها بتحب تفضل بصاله، فيقول لها لو هتعملي حاجة اعمليها بقى، وتعرفوا ان هي مش هتقدر تعتدي عليه لانها عرفت ان هي كده هتبقى بتخترق القانون، وبتعرفه بعد كده ان هي عايزاه يقابل واحدة افضل منها، وهو ما بقاش عارف هي عايزة ايه، وتعرفوا ان ما عندهاش اي حاجة عشان تستحق، وان مفيش مجال مقارنة بينهم لانها مجرد ابنة لبائع الطعام، وان هو ابن مالكة منتجع كبير، وان مجرد الجواز منه خلاها سعيدة جدا، وان عايزة عروسته واحدة تكون احسن منها، وانها مش عايزة تبقى انانية وتستغل حب مامته ليها وتجبره على الجواز منها، وتعرفوا ان هو اغلى حاجة عندها حتى اغلى من حياتها. وبتعيط، وطبعا لانه مش عارف مقدار حبها ليه قد ايه وهينتهي ولا لا، ده كان كافي انه ما يضيعهاش من ايده، وهوب استدرجها فعلا وبيطلب منها انه بعد اللي
هيحصل ده إن هي ما تسيبوش ولا تحب غيره، وحصل اللي حصل، ما هم متجوزين بقى. وصحيت الهانم مش مصدقة نفسها وقابلت ريت وعرفته إن بونديت طلب منها إن هو يقابل تيان عشان قال يتكلم معاه في حاجة ويسألها عن رأيها، وتعرفوا إن هم هربوا بما فيه الكفاية ولازم إن هم ينهوا الموضوع، وريت بيوافقها على كلامها، وبيبدأ كل الموظفين يتكلموا عنها وإن هي متجوزة وفي نفس الوقت على علاقة بمديرها وعايزة تغويه، وهو بيكون لطيف معاها على غير العادة وبيتقرب منها وعايزها جنبه على طول، وبقى لطيف ومحب. ومامته راحت لهم لما عرفت برجوع بونديت وهي متوعده له، ما هي أم بقى، وموي عاملة خطة وهتروح تقابل بونديت. الأول تيان كان رافض، بس مون عرفته إن هي هتروح معاها وإن ده أفضل، لأنه لو شاف تيان الأول هيفتح عليه الرصاص، وفعلا بيروحوا على أساس هياخدوه لمكان تيان. وهم في الطريق بيرجع يسألها لو اتقابلوا قبل كده، وتقول له إنه غبي، وتفكروا بيوم الحادثة لما طار التيان وحاول يقتله ورمى عربيته في المية، وإنها شافته وهو بيحاول يقتله وظهرت له كمان لما هرب. ومون بتعرفه إن موي هتبقى شاهدة إن هو حاول يقتل تيان، وفجأة بيظهر ريت ورجالته وبياخدوه لتيان، وموي بتعرفه إنهم معاهم كل المعلومات وهو مش فاهم معلومات إيه، فتعرفه إن هي معلومات عن شركته، وبيكونوا مقررين إن هم هيبعتوه على تايلاند عشان خاطر يتحاكم هناك على كل حاجة هو عملها. وبيكون عندها خطة، وهي إن هي اخترقت الجهاز بتاع بونديت وخدت كل المعلومات، ومش بس كده، دي كمان ناوية تبعتها للمنافسين بتوعه، لأن حتى لو اتحبس في تايلاند هيلاقي طريقة ويدفع الكفالة ويطلع، لكن كده شركائه هم اللي هياخدوا انتقامهم منه. وبيكون ريد شايف قد ايه هي شرسة، بس تيان شايفها جميلة. وبعد كده بتاخد جهاز الكمبيوتر عشان ترميه عشان محدش يقدر يتتبعهم، وبيكون تيان متغاظ ورايح وراها، وفجأة يادا بتطلع له وبتعرفه ان كل ده خطة من بونديت، وهو مش مصدقها، وتعرفه ان هو عايز يقتله ويقتل كمان موي. وفعلا بونديت بيكون هرب وخطف موي، وشايف ان كل المشاكل اللي حصلت له بسببها هي وجوزها، وبيكون مش ناسي خيانة مراته معاه، وبيكون عايز ينتقم منها وهيعتدي عليها. بس فجأة يادا بتدخل وبتمسك المسدس وبتقدر ان هي تهرب بطلتنا، وبونديت بيكون متفاجئ من اللي هي بتعمله، وتعرفه ان اي حاجة حصلت ما كانتش غلطتهم هما، وان هي اللي كسبت على تيان ومعرفتوش ان هي متجوزة، وهو بيكون مش فاهم هي ليه عملت فيه كده وهو بيحبها. فتعرفه ان مفيش حد بيحب حد ولا بيأذيه جسديا ولا نفسيا على الضرب اللي كان بيديهولها. وبيكون بطلنا عمال يدور على موي، بس بونديت بيقدر ياخد المسدس من يادا. ولما تيان يلاقي موي، فجأة بنلاقي بونديت وكان هيضرب موي بالنار، بس تيان فداها وهو اللي خد الطلقة وراح المستشفى، بس كان سليم ما فيهوش اي حاجة، يعني خف، دي كانت في كتفه. وموي طبعا بتفضل جنب تيان، وبتيجي يادا وبتكون شايفاهم من بعيد، وبعد كده بتعتذر لموي على كل المشاكل اللي هي عملتها، وان هي كمان كانت عايزة تساعد نفسها، وبتتمنى لها السعادة مع تيان، وبتتمنى ان هي كمان تقدر تحب نفسها وتلاقي شخص يحبها زي ما تيان وهي بيحبوا بعض، وبكده تكون خرجت من حياته. وبتدي بونديت علقة محترمة على العلقات اللي كانت بتاخدها قبل كده. المرة دي هو اللي بيتوسل لها وهي اللي منفضة له. في الآخر تيان بيصحى وبيكون مش عايز موي تبعد عنه تاني، وان هي تفضل جنبه، وكل ده قدام العيلة، انه الحب يا جماعة. وبتكون مامته قاعدة في الشركة وبتسمع كل الكلام اللي بيتقال على موي، وقد ايه شايفينها واحدة مش كويسة، وان هي عايزة تعمل علاقة مع المدير وخلاص، وان كده كده هو مش هيحصله حاجة لان هو ابن ملكة اسهم في الشركة. وهي بتتضايق وتروح تاخد موي من جنبه، وتعرفه ان هي هتفضل عندها، وبتعرفه بكل حاجة حصلت في الشركة، وتقوله يشوف هيحل الموضوع ده ازاي وايه اللي هيطلق موي. وفعلا اول ما بيطلع بيعلق بيان ان هو وموي متجوزين قانونا من سنة كذا في شهر كذا، والموظفين كلهم يتفاجئوا، والخبيثة اللي كانت نشر الاخبار اغمى عليها من الصدمة احسن. وبعد كده تيام بيعتذر من موي على كل المشاكل اللي كان السبب فيها، وبيشكرها على اللي عملته مع بونديت، وبيكون عايز يديها اي حاجة، وبيعرفها ان هم يرجعوا تايلاند في اقرب وقت عشان خاطر يتجوزوا. بس هنا هي بتفاجئه وبتقوله ان هي عايزة منه حاجة واحدة بس، وان هو يمضي على اوراق الطلاق، لان زي ما مامته قالت له قبل كده ان هي عايزة تكمل دراستها بره، وهو بيكون متفاجئ وليه بتعمل كده، وبيكون رافض. فهي بتقرر تلعبه لعبة، ولو حلها صح ساعتها هتفضل معاه، وبتفضل تسأله حاجات عنها: اتولدت امتى، بتحب ايه، بتكره ايه، لونها المفضل ايه اللي بتستمتع بيه، وهو ما بيعرفش يرد على ولا سؤال. بس بعد كده هي بترد على الأسئلة دي كأنها عنه هو، وبيكون عارفة عنه كل حاجة، وعارفة كمان ان هو رغم ان هو متجوزها الا ان هو مستني الست الأفضل ان هي تظهر في حياته. وهو بيتفاجئ وبيكون زعلان جدا، وهي بتقعد تواسيه، بس ده ما يمنعش ان هي عايزة تطلق برضه، وهو بيكون حاسس شكله بالزعل والذنب.
ومامته بتروح وبتتخانق معاه لأن هو معرفش يحافظ على موي، وهو بيكون مش فاهم إن هو عمل كل حاجة وكمان أنقذها، وهي كلمة أنقذها دي بتغيظها وبتقوله إن ده ما يجيش حاجة قصاد اللي هي عملته، وبتحكيله عن يوم الحادثة لما غرق وإن هي ما ترددتش ونزلت وراه عشان تنقذه، وفعلا قدرت توصله لحد ما ودته للمنقذ، وهي يا عيني قوتها خانتها وغرقت. وعلى ما وصلوا لها كان قلبها وقف، وبعد كده اتنقلوا على المستشفى وهو فاق وهي كانت لسه، واول ما فاقت قالت لهم ان هما ما يقولوش ان هي اللي انقذته عشان خاطر يا حرام ما يزعلش ولا يحس بالذنب. ورغم كده اول ما سأل عنها ان هي راحت له على طول رغم ان هي كانت تعبانه، وقال يعني ضحكت عليه وقالت له ان هي كان عندها شغل عشان كده ما عرفتش تزوره الكام يوم اللي فاتوا، وفضلت معاه وقعدت تضحكه وتهزر معاه وكل ده ومامته شايفاها وزعلانه عليها، وتعرفوا بسبب ان هي ما ترددتش ان هو لسه عايش دلوقتي، وقد ايه البحر كان عميق وكان الطيار هيوديه لبعيد لدرجة ان هما اساسا ما قدروش يلاقوا العربية ولا يطلعوها. عشان كده بعد اللي هي عملته ده كله قررت ان هي تجوزه. وطبعا تيان ساعتها بينهار وبيكون حاسس بالذنب جدا، وبعد كده بنلاقي ان هو سايب رسالة وورقة طلاق لموي، وبيكون بيعتذر لها عشان ضحت بسعادتها عشان خاطر واحد زيه، وان هو عمره ما عرف قد ايه هي بتحبه، وكمان بيعتذر لها عشان عمره ما اهتم بيها ولا بمشاعرها، وان هو بعد كده مش هيشكك في حبها، وبيعتذر لها لانه كان دايما لاقين معاها، وان هو هيحقق لها اللي نفسه فيه، وان هو هيبعد عنها، وان هي تسافر تكمل دراستها، وان هي مش هتشوفه تاني لان هو حاسس بالذنب وبالسوء، وعشان كده مضالها على ورق الطلاق، وهي مجرد ما بتشوفهم بتفضل تجري عشان تدور عليه بس ما بتلحقوش، وبتكتشف ان هو سافر، وفي نفس الوقت هو اصلا بيكون في بوكيت ومكتئب وعمال بيتخيل ان هي حواليه وهي ولا حواليه ولا حاجه. بس مامته بتروح له وبتواجهه وبتقول هي مش عارفه المشاعر اللي ناحيه موي دي حب ولا ايه، بس لو فعلا بيحبها ان هو لازم يثبت ده، وفعلا بيروح لمامتها وبيسالها عن الحاجه اللي تخص موي اللي هو ما كانش عارفها، وتطلع ان هي من زمان كانت بتتبسط مجرد ما بيتصل او ان هي بتحكي عنه، وان حتى لما كان بيشاكسها وبيعمل فيها مقالب كانت بترجع وكانت بتحكيها لمامتها اي حاجه تخصهم هما الاتنين وهي سعيده وفرحانه. وتيام بيعرفها ان هو مش هيقدر يرجع ولا يغير الماضي، بس هو مآمن ان هو مادام عرف الاخطاء فين يبقى معنى كده ان هو هيقدر يصلحها وانها مش هتتكرر تاني. وبعد كده بيرجع على شغله واصحابه كلهم فرحانين بيه، وبيكون تشاد عنده مشروع في هونج كونج وعايز يروح يعمله، بس هو بينقي مكان في بلد صغيره كده وبيكون هو عايز يروح وشايف ان ده افضل، وفعلا بيسافر. وبالصدفه هو نازل من الباص بيشوف موي، وبيجي فلاش باك ان موي قررت ان هي ما تسافرش على امريكا واتنقلت على البلد دي، ومامتها عارفه وبتروح كل فتره تزورها. بس بعد كده بطلنا بيفتكر ان تهيؤات وان موي ايه اللي هيجيبها على هنا. بس تاني يوم بيرجع وبيشوفها، ولما ما بيلحقهاش بيقرر ان هو بيفضل قاعد في محطه الباص دي لحد ما تيجي، وفعلا بيشوفها وبيراقبها وبيعرف هي ساكنه فين. بس هي قيس فجاه بيحصل معاها حاجه وبيغمى عليها، ولما بتتنقل على المستشفى بيكتشف ان هي حامل في شهرين، وهي اول ما بتصحى ولا بتكون طايقاه ومش عايزاه جنبها وعايزه تمشي، بس هو بيكون متضايق وبيلومها ان هي ازاي ما تقولوش ان هي حامل، وتعرفوا ان هو اللي سابها من غير ما يقول لها اي حاجه ولا يقابلها، وان هو اللي كان واخد القرار الغبي بان هما ما يتكلموش لمده سنتين لحد ما تخلص دراستها. بس هو بيعرفها ان هو عايز يفضل جنبها ويهتم بيها وبالطفل، بس هي لاول مره بترفض وبتقوله انها دايما كانت بتعمل اي حاجه هو عايزها واي حاجه كان نفسه فيها كان ممكن تجيبها له، ودلوقتي هي اللي عايزاه يعمل زي ما قال، وان هما فعلا يقعدوا سنتين من غير ما يتكلموا لحد ما يكتشفوا حقيقه مشاعرهم ناحيه بعض، وان دي الحاجه الوحيده اللي هي عايزاها منه. وهو بيمشي وهو حزين ومكسور، وامهاتهم بتيجي، بس طبعا بطلتنا بتعتذر من مامته ان هي ما قالتلهاش حاجه وان هي لسه في تايلاند، بس مامته بتكون متفهمه وبتقولها مش انتي السبب، وبتكون عايزاها ترجع معاها عشان تهتم بيها، بس بطلتنا بترفض وقالت لها ان هي ما تجبرهاش والا هتهرب تاني. فساعتها جي بتقولها طيب ان هي هتبعت حد معاها، بس برضه بطلتنا بتكون رافضه وعايزه تقعد لوحدها زي ما كانوا متفقين، وبطلنا بيتضايق وبعد كده بيكلم مامته ان هو هياخدها بالعافيه، فبتقول عليه غبي وانه ما اتعلمش من اخطائه، وان موي من بره بتبان رقيقه بس هي شخص قوي جدا، ولو كانت بتسمع كلامه في الاول فده كان بمزاجها، وانه ما يديش نفسه اكبر من حجمه، وان هي لو عايزه حاجه هتعملها، وانه يشوف هيصلح اللي هو عمله ازاي ويثبت لها حبه. وبطلنا بيجند البنت اللي هي مأجرة منها، وبيعرف كل حاجة مواعيد مروحها ومجيها ويومها بيبقى ماشي ازاي، فبيقرر ان هو يهتم بيها من غير ما هي تعرف، زي ان هو يروق وهي مش موجودة ويطبخ لها ويحط لها الورد اللي هي بتحبه وكل ده، وطبعا فاكرة ان اللي هي مأجرة منها هي اللي بتعمل كده، لحد في يوم ما بتلاقي الكروشيه اللي هي بتعمله فيه حاجة متغيرة زي ما يكون حد لاعب فيه، ولما سألت البنت قالت لها لا وان هي ما جاتش جنبه، فبطلتنا بتشك
لحد ما في يوم بترجع بدري عن ميعادها وبتلاقي بطلنا هو فعلا اللي بيعمل كده، فقالت له مش هي قالت له ما يجيش هنا تاني، بس هو بيكون مصمم يهتم بيها وهي بتعرفه ان هو لو فضل يلحقها ان هي هتهرب. وبعد كده عشان يثبت لها حبه بيقول لها على كل حاجه هي بتحبها زي ما هي عملت معاه قبل كده، فتعرف ان هو لو كان يعرفها بجد ما كانش هيصر وكان هيسيبها براحتها. وبعد كده يعرفها ان هو كان فاكرها طيبه بس هي ما طلعتش كده، وان هو كان في الاول بيخاف يحب واحده لحسن تكسر قلبه، ويعرفها ان ايا كان مكانها فين هي وابنه ان هو هيكون معاهم. لحد ما بتيجي مامتها وبتكون خلاص بطلتنا هتتصل بالشرطه لانه مش عايز يسيب المكان، بس في الاخر مامتها بتقنعها ان هي تفكر في طفلها وفي مصلحته ما تفكرش في نفسها، وهو كان بيفضل شبه بايت بره لحد ما شفقت عليه ودخلته جوه. وبعد فتره بيجي لها قرفه منه لان هي حامل وكل ما تشوف خلقته بتكون عايزه ترجع، لحد ما بيقرر يلبس ماسك عشان ما تشوفوش وتتعب. ده اهتمام على الله نفهم، وبيكون عامل لها الاكل ومش عارف ايه وبيديها قبلة بسيطة كأنها زوجته عادي جدا، وبيروحوا مع بعض للدكتور وبيشوفوا الجنين وبيكون ولد، وهما الاتنين بيكونوا فرحانين جدا. ولما بيروحوا بيهتم بيها وبيعمل لها الاكل عشان حامل لازم تاكل صحي. وهي طلعت كل فكرتها ان هي بتعرف ان هما طول ما بيحبوش بعض هو مش مضطر يتحمل مسؤولية الطفل، لان مش الطفل اللي هيجمعهم وهيعيشوا تعسة، بس هو بيعرفها ان هو بيحبها وبيكون عايز يعرف ممكن يعمل ايه عشان ترجع تحبه تاني على طول. وهي بتتأثر من كلامه وبتعيط وبتحضنه، ومعنى كده ان هم اتصالحوا وخلاص بقوا بيباتوا في نفس المكان وبيحبوا بعض ورجعوا. وبعد 4 شهور قيس فجأة وهي في حياة سعيدة فجأة بتدوخ وبتتعب وبيوديها على المستشفى، وطبعا الدكتور بيطلب تحاليل، وبيبان بالليل قد ايه هو زوج محب وبيعتني بيها وبطفلهم لدرجة عمل نفسه مخدة. وتاني يوم الصبح بيروح للدكتور لانه كلمه وبيكتشف ان هي عندها خلل في وظائف الكلى بسبب حاجة مناعية عنده، وبيكون بطلنا مش عايز يعرف بطلتنا وان هو هيهتم بيها زي ما الدكتور هيقول بالظبط، وفعلا بيكون مش عايزها تتحرك وهو بيحاول يعمل كل حاجة ويكون شايفها ويعملها بدلها لدرجة ان هو هيشتغل من البيت، وطبعا الاكل ما يكونش فيه اي حاجة، وطبعا هي كل ده ما تعرفش. وفي يوم بيلاحظ ان رجليها ورمة قوي، ولما بيوزنها بيلاقي ان وزنها عالي جدا، وبياخدها على الدكتور، والدكتور بعد ما عمل الفحوصات قال يعني ان هي عندها تسمم بسبب الحمل وان هي لازم تفضل في المستشفى، ما تعرفش ان هي عندها حاجة في الكلى. وطبعا بطلنا بينهار وبيكلم مامته وبيطلب منها ان هي تيجي بسرعة، وبعد كده بيضطر ان هو يقول لها الحقيقة، وفعلا بيقولها لها وهي بتكون متفهمة وبتحاول ان هي تتفائل قدامه وان هي هتخف والاولاد هتبقى كويسة، وبيعرفها ان هما هيعيدوا التحاليل كمان اسبوعين، ولو مش كويسة هيطلعوا الاجنة عشان خاطر تكمل نموها بره. وفعلا ده اللي حصل وطلعوهم بسلام، بس هي جالها فشل كلوي وكان لازم تزرع كلى، وفضلت شوية غايبة عن الوعي، وبعد كده صحيت وبقوا بيغسلوا لها الكلى، وهو كان قاعد معاها بيواسيها وبيهتم بيها وبيعمل الكروشيه بتاع الاطفال. وبعد كده بينقلها على البيت عشان يهتم بيها هناك، وهي بتوصيه على اولادها، بس هو بيتضايق وبيعرفها ان هي هتبقى كويسه وهيهتموا بيهم سوا، والمفروض خلاص هتزرع كلى. وبيطلع ان بطلنا هو المتبرع وهي ما تعرفش، وبيعرفوا انه ما يقولوش لموي ان هو في المتبرع. وفعلا خرجت بالسلامه، واول حاجه سالت عنها تيان بس هم ما قالولهاش حاجه وان هو عنده رحله شغل مهم. بس بعد كده بيجي لها رساله، وكون بطلنا بيقول لها ان هي لما تخرج من العمليه الرساله دي هتوصل لها، وبيحكي لها عن البنت اللي كان معجب بيها ايام المدرسه، وانه ولا مره قدر ان هو يشوف وشها وكذا مره حاول بس ما عرفش. وبعد كده عرف ان البنت ام قصة غريبه هو اللي هيكون مرشدها، بس ما كانش عارف ان البنت اللي هو مرشدها هي نفسها بنت صاحبه مامته، وان هو فضل يحاول يشوفها اكتر من مره بس ولا مره نجح، وهي ما كانتش مصدقه ان هما الاتنين حب بعض الاول، وبيعرفها قد ايه هو بيحبها. وطبعا هي فهمت ان هو اللي اتبرع لها بالكلى، وطلب منها ان هو لو اتحسن ان هما يتجوزوا تاني وان هو يفضل في حياتها ويهتم بيها وبالاولاد. وهي طبعا بتنهار وبتطلع تدور عليه بس بيطلع سليم، وما بتكونش مصدقه التضحيه اللي هو عملها. هو بيعرفها ان هي برضو في مره ضحت بحياتها عشان خاطر تنقذه، فان ده ولا حاجه، وهي بتقوله ان هي موافقه ان هما يتجوزوا وهو بيفرح. واخيرا جه يوم الفرح، وكوب بيكون رجع بس عشان يهنيهم عادي، بس بطلنا طبعا عشان بتاع مشاكل قال له انت رجعت ليه؟ مش على اساس مش هترجع لو انا اهتميت بيها. وكوب يقول له يا ابني انت فهمت غلط، انا بس جاي عشان اهنيكوا. وتيام بيعتذر له لو كان خوفه، وبيعملوا الفرح في سعاده عارمه وبيعيشوا مع بعض في نفس البيت وبيهتموا بالاطفال. وبكده يكون خلص مسلسلنا نهايه سعيده جدا جدا جدا. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وتقولوا لنا انتوا بتتابعونا منين، ولو عايزين مسلسلات تاني اكتبوا لنا في الكومنتات.